إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين 3 اختيارات كلها تعتبر حقا لك، ولك أن تختار منها ما تشاء. أما الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك، فإذا دعوت عليه فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا وإن كان فاجرا. الاختيار الثاني أن لا تدعو عليه في الدنيا، ولكن أن تنتظر لتأخذ حقك منه يوم القيامة وليس بالدنيا، لأنك إن دعوت عليه في الدنيا فسوف تأخذ حقك في الدنيا، أما إذا لم تدعو عليه فإن الله يوم القيامة سيعطيك من حسناته ما يساوي الظلم الذي ظلمك إياه، أو ستعطيه أنت من سيئاتك. ما هو الاختيار الثالث؟ الاختيار الثالث هو أن تعفو عمن ظلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا اهلا وسهلا بكل امراضي الحلوين اللي شرفوني ونوروني وكبروا عيلتي. كان بقالي كتير قوي في حالة كسل، في حالة الزهق، ملل، مش عايزة امسك الكاميرا، مش عايزة اصور، مش عايزة اعمل اي حاجة. وطبعا الكلام ده ما بينفعش معانا خالص. قعدت فترة على كده، كنت جايبه لكم مقاطع كنت مصوراها قبل كده عندي ومحتفظة بيها، لكن انا فعلا ما كنتش بصور حاجة. استعنت بالله، وطبعا يعني الحمد لله ان الواحد بيقدر يفوق نفسه، ان الواحد بيقدر يعمل كده ستوب، ولا ما ينفعش، لازم اكمل، لازم استمر، لازم اطلع من حالة الزهق والملل والاحباط اللي كلنا بتيجي علينا مرة واحدة كده. وعلى حسب طبيعة كل حد، في ناس بتطول معاها قوي، في ناس بتقدر تعمل ستوب من اول يوم، في ناس بتطول شوية. فالحمد لله ان انا استعنت بالله وقدرت اقوم اصور. مش هقول لكم ان انا ما كنتش بعمل، لا طبعا انا كنت بعمل، لان الام اللي عندها اطفال ما ينفعش تكسل عن شغل بيتها نهائي، حتى لو هي صحيا ما تقدرش، ده واجبنا وده دورنا. فالحمد لله ان استعنت وقمت واتحركت. بدأت معاكم بمقطع تنظيف التويلت، لان كان بقالي كتير جدا ما صورتهوش معاكم، وفعلا حرفيا ساعتها اتشجعت قوي لما قمت وعملته. عندي حاجات جوه التويلت عايزه تنظيف عميق جدا، بس انا بصراحه مش قادره اعملها الفتره ديت، فان شاء الله باذن الله نبقى نعملها مع بعض ونصورها مع بعض. زي عندي فواصل السيراميك، سواء ارضيه او سواء حيطان عايزه تتنضف. في ناس بتقولك ان هي ما بتنضفش، لا هي بتنضف على فكرة. انا كنت عاملاها السنة اللي فاتت ونطفت معايا كويس جدا وكانت زي الفل، بس صراحة حاليا لا انا مش قادرة اعملها، فانا بعمل التنظيف العادي جدا. طبعا اهم حاجة يا بنات ان احنا نعمل الحركة دي مرة كل يوم، او لو مش قادرة يوم ويوم، او يعني لأبعد الحدود خليها مرتين في الاسبوع. لازم تمسكي التويلت بتاعك بصابون سائل اريال اللي انت عايزاه. انا عن نفسي ما بس يعني ايه، ما برهقش الميزانية بتاعتي، وما بجيبش منظفات مخصوصة. انا ما عنديش برسيل، ما عنديش باهي، ما عنديش اي مسحوق بودر غسيل، فباخد من الصابون السائل بتاع الاطباق وبحط عليه كروكس الوان وبشتغل، والحاجه بتنضف وبتبقى زي الفل. قلتلك قبل كده برضو بستعمل الصابون البلدي، برضو بينضف وبيلمع وبيخلي لك الحوض ده مرايه. تعالوا بقى هندخل النهارده على الغدا على طول. هنعمل ايه؟ هنعمل الكشري المصري. بص يا بنات، والله العظيم لو جربتوا الطريقه دي هتدعوا لي. وقلت لكم الكلام ده من سنتين، من ساعه ما فتحت القناه. دي طريقتي يا بنات من اكتر من 10 سنين في عمايل الكشري. تركات بسيطة جدا جدا جدا، بس بتودي الطعم بتاعك في حتة تانية. كل الناس بتعرف تعمل الكشري، وكل الناس بيطلع منها حلو جدا،
بس في كده طعم ما بتقدريش تنسيه. اكيد فاهميني. والله العظيم الطعم ده يا بنات احلى من المحلات بمليون مرة. هنا وريتكم ان انا حمرت البصل. انا بزود كمية الزيت لان الزيت دوت السر من اسرار طعامة الكشري بتاعك. هنعمل بيه الكشري كله. احنا بنحب البصل فبنكتر البصل شوية. حاجة تانية يا بنات، انا ببشره بالمبشرة اللي هي بتاعة الشيبسي. بيطلع معايا رفيع جدا وبيتحمر من غير اي اضافات، ولا بحط له دقيق ولا نشا ولا اي حاجة. ساعات بنزل عليه بس معلقة ملح وهو بيتحمر، وساعات ما بنزلش عليه. تمام. اول حاجة يا بنات هعمل رز بشعرية عادي جدا. طبعا خدت من الزيت اللي انا كنت عاملاه صفيته كويس وخدت منه، شوحت الشعرية لحد ما احمرت معايا، وبعد كده نزلت بكمية الرز بتاعتي. هفضل اقلب في الرز كده لحد ما كله يتغلف بالزيت، وبعد كده احط له الملح بتاعه والمية بتاعته. انا يا بنات بنزل في الوقت ده بالعدس بتاعي، بس انا نسيت. يعني انتوا متخيلين؟ بس الحمد لله انا العدس بتاعي كنت سلقاه وشايلاه في الفريزر مسلوق جاهز ومطلعاه من الصبح. فهتشوفوا دلوقتي انا هحطه امتى، والحمد لله ما فرقش اي حاجة خالص. تعالوا بقى هنعمل الصلصة. بجيب تومة برضو بحط من شوية الزيت اللي احنا عاملينهم، ما باخدش زيت جديد خالص يا بنات، هو الزيت بتاع البصل. بحط شوية زيت وبنزل بتومة وتصفر بس شوية، ما بخليهاش تحمر ولا اي حاجة. وبعد كده بنزل عليها بمعلقة خل، وانزل بالصلصة الجاهزة اللي احنا عاملينها مع بعض. كشري بيحب الصلصة، فحطيت كيسين علشان تبقى الصلصة معايا كتير كده وحلوة. خلاص كده يا بنات بقلب الرز بتاعي عشان خلاص كان قرب يتشرب، وافتكرت العدس. هجيب بقى العدس بتاعي الحمد لله اللي هو اوريدي فاكك اصلا، وهنزل بيه في الحلة وخلاص هيستوي مع بعض. نزود بس الصلصة بتاعتنا لان انا ببقى عاملاها مركزة شوية. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، ملح، كمون، كزبرة ناشفة. انا بحب احط فلفل اسمر، ممكن تستبعديها دي اختيارية. والبابريكا اساسي معانا. والشطة طبعا يا بنات، حتى لو ما بتحبوش الشطة حطوا حاجة بسيطة كده لا تذكر، بتطعملك الكشري جدا. لاني انا ما بعملش الشطة اللي بتتحط على الكشري. يعني انا بحط هنا شوية شطة في الصلصة، وبحط شوية شطة برضو في الدقة. وحطيت مكعب ماجي بصراحة لان بيفرق في الطعم قوي. ده بقى العدس يا بنات هو مسلوق اصلا. زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده كتير، انا بجيب مثلا نص كيلو او كيلو من العدس وانقعه واسلقه مرة واحدة. باخد الكمية اللي انا عايزاها والباقي بصفيه وبحطه في كيس وعلى الفريزر. انجاز مفيش بعد كده. تعالوا هنعمل الدقة. بصوا يا بنات انا مش بحمر التومة، انا بس بشوحها برضو نفس الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل. وطبعا عينك بعد كده هتبقى معيار. يعني انا الحمد لله بفضل الله ما بهدرش بقى في الزيت، خلاص عرفت ان انا الشوية دول هم اللي هيعملوا معايا الاكلة كلها. وكده كده المكرونة اتسلقت برضو، خدت من نفس الزيت وحطيت في مية سليق المكرونة. خلاص زي ما انتوا شايفين انا ما بخليش التوم تحمر معايا، انا يدوبك بس تشم النار كده وانا اشم ريحتها انزل عليها بشوية خل كده محترمين، والباقي مية. نفس البهارات اللي حطيناها في الصلصة بنحطها في الدقة. وبنزل كده بكبشتين صلصة، وهنحط البهارات بتاعتنا ونسيبه بقى يغلي غلوة. وطبعا يا بنات ما تنسوش الليمون، بس خلوا الليمون اخر حاجة عشان الفايدة بتاعته بس ما تروحش مع الغليان اللي
او الحرارة اللي هتتعرض. ادي نزلت بالليمون. طبعا كمية الليمون دي على حسبك انتي بتحبي الدقة بتاعتك مززة ولا لا. عايزة اقولكم يا بنات ان انا جات عليا فترة كنت بنزل بقشر الليمون كمان. يعني بصوا انا حطيت واحدة دلوقتي، كنت بنزل بقى بالكمية كلها. وادي الكشري خلص معانا بألف هنا وشفا على كل اللي شاف وكل اللي ضاق. وجربوا الطريقة دي وبإذن الله هيعجبكم جدا وهتدعولي. تعالوا بقى ننضف البوتاجاز. انا شلت الاستيكر اللي كان ورا البوتاجاز. حلو قوي يعني من العيد لحد النهارده. انا قلت لكم ان هو كان ب2 جنيه ونص تقريبا او ب4 مش فاكره. يعني المهم ان هو ما جابش 5 جنيه، بس مش احسن حاجه، مش الحاجه اللي تجيبيها تعيش. لا انا مجرد كنت جايباه فرحه بس العيد كده معايا وتغيير لعيني. خلاص بقى بدأ يتقشر وبدأ يتغير كده وما يبقاش شكله كويس. فخلاص هو كده يعني عداه العيب وعمل اللي عليه يعني. فخلاص شيلته بقى. وكمان علشان اغسل الجزء دوت بقى بعد ايه واحنا بنعمل كده البوتاجاز معانا. طبعا يا بنات انا ما بقومش اجري على البوتاجاز بعد الغدا على طول، لا طبعا ما بقدرش. يعني بتغدى وبعد كده بشرب القهوة بتاعتي وبريح شويتين 3 وبعد كده بقوم اغسل المواعين واغسل البوتاجاز. بصراحة ما بقيتش اصعب الحاجات على نفسي، لان ولا المجهود ولا الجو يسمح ان احنا نعمل الفترة دي بالكلام دوت. فالله المستعان يا رب، وربنا يعيننا كده ويقوينا ويحسن ما بين ايدينا ويدينا البركة والصحة يا رب، ويرزقنا الرزق الحلال بإذن الله. والله يا بنات الحاجات دي ما بتاخدش معانا وقت، والدنيا معاكي بتبقى نظيفة كده وجميلة وتحسي براحة نفسية. انا عن نفسي لما بقوم وبعمل الحاجة بعدها برتاح جدا نفسيا، برتاح جدا جدا جدا. لان انا من الناس اللي لو ورايا حاجة على طول عيني بتيجي عليها ما بشوفش غيرها وببقى متضايقة جدا. كده الفيديو بتاعي هيكون بينتهي. اتمنى منك يا قمر لو انتي بتتفرجي عليا وانتي لسه مش مشتركة نوريني باشتراكك فضلا وليس امرا. وما تنسيش تفعلي زر الجرس للكل عشان كل جديد بنزله يجيلك اشعار منه. وحطيلي لايك بعد اذنك وكومنت قمر منك يا قمر. وما تبخلوش عليا يا بنات بالمشاهدات وباللايكات وبالكومنتات. ربنا يفرح قلوبكم يا رب زي ما بتفرحوا قلبي باي كلمة بجد بتقولوها. انتوا بجد نعمة كبيرة قوي في حياتي، ربنا يديمكم يا رب نعمة موجودة في حياتي. وكل بجد اللي بيتمنى الخير لأي حد ربنا بيعوضه بيه وأزيد كمان، طول ما انت قلبك نضيف وكويس وبخير وبتتمني خير للجميع. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهاردة. ما حبيتش اطول عليكم، حبيت ان هو بس يكون جميل كده وصغير بس يشجعنا. ويا رب يا رب يا رب يا رب اكون بسبب لكم اي طاقة ايجابية تقدروا تستفادوا منها او تديكوا اي باور. وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. دمتم في امان الله.